بسم الله الرحمن الرحيم. من الحاجات اللي ناس كتير اشتكت منها مؤخرا في الفيسبوك هو الجزء الخاص ببيبول تو سبسكرايب تو، اللي المفروض بيجيب فيهم ناس مشهورين اشترك عندهم وكده واتابعهم واتابع صفحاتهم، وبرضو الجزء بتاع بيبول يمينو لان قاعد بيظهر فيهم اكونتات غريبة كده وبيبقى فيها صور برضو يعني مش مناسبة خالص. بالاضافه اللي في ناس بتشتكي برضو من مساله الاعلانات اللي بتظهر على الجنب، اللي برضو احيانا بيلجأوا فيها لاستخدام صور مش مظبوطه عشان يلفتوا النظر وكده. فان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم طريقه ل يعني منع الاعلانات دي ومنع البيبل تو سبسكرايب تو، وان شاء الله هشرح الطريقه على متصفح الفايرفوكس وعلى الكروم. هنبدا الخطوات على متصفح فايرفوكس. قبل ما نبدا في هنا بيبل تو سبسكرايب تو زي ما احنا شايفين، وفي اعلانات هنا ظاهره اهي. المهم الخطوات اللي احنا هنروح لقائمة تولز، بعدين ادونز، ولو الزرار بتاع الفايرفوكس هو اللي ظاهر بدل القائمة اللي فوق هنضغط على فايرفوكس ادونز، وفي الحالتين هنفتح الشكل ده. هنكتب فوق هنا في السيرش اد بلوك بلس، هنسطب الإضافة الأولى اللي هتظهر اللي هي اد بلوك بلس، هنعملها انستول ونستناها تحمل. كده سطبت على الفايرفوكس. الإضافة دي لوحدها بدون ما نعمل أي حاجة كفيلة إن هي تشيل الإعلانات بس، لكن مش هتشيل بيبل تو سبسكرايب تو والبيبل يمينو. لاحظنا أول ما عملنا ريفرش الصفحة ما عادش فيها إعلانات خالص، لكن لسه البيبل تو سبسكرايب تو والبيبل يمينو لسه موجودين. هنضيف إضافة تانية هتظهر في نفس البحث بدون ما نعمل بحث تاني، اسمها element hiding helper for adblock plus، ونعمل لها install. أول ما الإضافة دي تسطب هنيجي تحت على أيقونة Add Block Plus اللي في الشريط اللي تحت ده ونضغط Select an element to hide. طب الشريط اللي تحت ده إذا ما كانش ظاهر هنطلع فوق ونعمل كليك يمين ونيجي على Add on Bar ونضغط عليه نتأكد إن هو قصاده صح. لما يكون قصاده صح هتلاقي الشريط اللي تحت ده ظاهر وفيه الأيقونة بتاعة ال Add Block Plus، هنضغط عليها ونعمل Select an element to hide. بعدين نبدأ نتحرك بالماوس لحد ما المربع الأحمر ده يكون حوالين الحاجة كلها اللي انا عايز اخفيها. فهنا ظهر حوالين بيبل تو سبسكرايب تو بكل محتوياتها، اضغط كليك واعمل اد element hiding rule، اختفت الجزئية دي. بالنسبة لجوجل كروم هي نفس الفكرة اللي احنا عملناها في الفايرفوكس عن طريق الاد بلوك بلس، مع اختلاف طريقة التنفيذ حاجة بسيطة. زي ما احنا شايفين الاعلانات موجودة والبيبل يمينو موجودين. هنروح برضو نجيب الاد بلوك بلس، بس المرة دي هنروح على علامة المفتاح اللي فوق دي ونضغط على تولز اكستنشنز، بعدين نقول له براوز ذا جاليري، واحيانا بيبقى مكتوب تحت كده جيت مور اكستنشنز، ايا كان الموجود هنضغط عليه. هنيجي في خانة البحث ونكتب اد بلوك بلس وانتر ونعمل اد تو كروم. اد انضافت وظهرت الايقونة بتاعتها فوق. هنيجي للصفحة هنا الاعلانات لسه موجودة، هنعمل ريفرش، الاعلانات اختفت وظهرت بيبول يمينو بشكل اكبر. هنضغط على الايقونه فوق ونعمل كرييت ايزي فلتر، نتحرك لحد ما السهم يجيب الجزء اللي احنا عايزين نخفيه كله ونضغط كليك ونعمل اد، اختفت البيبول يمينو. وبكده يبقى احنا عملنا الفايرفوكس والكروم